بقى لما يجي لي ايه تحفه. غساله تحفه، غساله عاوزه تتحط في متحف. افضل غساله صنعتها سامسونج في اخر 25 سنه. غساله تايلاند الصنع من سامسونج، 11 كيلو فوق اوتوماتيك زي ما حضراتكم شايفين. ادي البيانات وادي السيريال نمبر بتاعها. تمام. This model is only for Egypt market. دي كانت بتنزل السوق المصري، عشان كده معاها الضمان المحلي والكتالوج. التصنيع بتاعها تايلاند قبل ما يتفتح البرانش بتاع التصنيع هنا في مصر، ويبقى المكونات تركي، وتبقى زيها زي فريش وزيها زي بقيه الشركات. دي سامسونج الاصليه بتاعت زمان، عايشه عند ناس كتير بقالها سنين السنين. قطع غيرها موجوده في السوق كله لانها غساله قديمه في السوق المصري. كانت زمان من 10 سنين كانت غاليه، يعني اخاف اقول لك كان سعرها يقارب السعر اللي انا هقوله دلوقتي في الفيديو. الغساله سيلدي بالكامل، معاها كل ملحقاتها حتى الضمان والكتالوج، بس الضمان غير ساري. ممكن انت برضو ايه، ممكن نسيع على الشركه وندخلها ضمان، بس انا بكلمك وهي عندي في المعرض. انا بقول لحضرتك من باب المصداقيه لازم اقول لحضرتك ان الضمان غير ساري، لان الضمان عدى عليه سنتين. غساله مركونه سنتين، وسياسه سامسونج ان الضمان اللي عدى عليه سنتين غير ساري. الغساله دي ديزاين، خامات تصنيع، حاجات مش هنشوفوها في الانتاج المحلي خلاص، ولا اشباهها في مصر خالص. سامسونج بتاعت اليومين دول وال جي والحاجات اللي احنا كنا متعودين عليها بتيجي من بره، النهارده اختلفت. شكل الكارتة اللي الناس عارفاه من زمان، اسهل كارتة للتعامل. غسالة قوية الناس بتغسل فيها بطاطين. 11 هات لي غسالة النهارده 15 كيلو 17 كيلو تغسل بطاطين. انا بقول للناس كلها مفيش غسالة النهارده بتغسل بطاطين. الغسالة دي الناس كلها غسلت عليها بطاطين والحفا. شايف الديزاين بتاع الحلة الداخلية، تنضف اللي ما يتنضفش. الغسالة دي بديها لك بضمان سنة من المعرض طبعا، وانا قلبي جامد وعارف ان السنة دي ولا اي حاجة. تمام. غسالة سامسونج تايلاند الصنع، ضمان سنة معرض ب 12000 جنيه.